نبدأ من شروة مصطفى ولا من ليلى طاهر؟ من شروة مصطفى. مين هي شروة مصطفى؟ أنا. شروة مصطفى بنت عادية من أسرة مصرية، من الأسر المصرية بالقوي. يعني أنا أتذكر وأنا طفلة صغيرة كان والدي متعلم بره، يعني مهندس ومتعلم في انجلترا، لكن ارتباطه كان بمصر فظيع جدا وارتباط شديد جدا، لدرجة ان انا وانا طفلة صغيرة كانوا دخلوني في الحضانة فرنساوي، وبعدين فجأة ما جاء اروح ابتدائي بقى فقال لا، البنت ده هتطلع خواجايه ما ينفعش. لازم تبقى مصريه، لازم تعرف يعني ايه لغه مصريه، لغه عربيه، فما ينفعش انها تكمل دراستها بشكل تاني وشكل غير مصري. فراح واخدني من الحضانه الفرنساوي دخلني ابتدائي مصري عشان اتكلم لغه عربيه مصري، اتعلم بشكل مصري، ارتبط بمصر اكتر. يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نايمانة وسرحة يا عين، اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين، اديني انت الفرحة يا عين. انا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عين. وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني، ومدوبني الحنين يا عيني.